الفيديو ده هقول لك انت ليه ما بتتقبلش في الانترفيو، وليه انت قدمت في كذا شغلانه ومعظمهم انت اترفضت فيهم. هقول لك انت ايه اللي بتعمله غلط جوه الانترفيو نفسه هو اللي بيخليك ما تتقبلش. طبعا انا مش هتكلم عن مهاراتك وعن هل انت كواليفايد كفايه او مؤهل كفايه بالشغل ولا لا، ولكن انا هتكلم عن اللي بافتراض ان كل ده تمام، ان انت مهاراتك تمام ومؤهل والدنيا حلوه، ايه بقى اللي بيخليك ما تتقبلش جوه الانترفيو نفسه. فانا في الفيديو ده هجمع لك 10 اخطاء تقريبا، يعني مفيش خطأ هيخرج منهم. ال10 اخطاء دول يعني هم اللي بيخلوك ما تتقبلش في اي انترفيو، ما تتقبلش في شغلانه. هنبقى نعمل فيديو تاني لحته المهارات دي، لان في ناس كتير بتبقى فاكره ان هي كواليفايد او ان هي مؤهله وان هي تستحق فعلا الشغلانه، ولكن الحقيقه بتكون عكس كده. فخلينا دلوقتي نتكلم عن ايه اللي انت بتعمله في الانترفيو نفسه مع الاتش ار بيخليه يقول لك مع السلامه. طبعا هو ما بيقولها لكش في وشك، ولكن بيقول لك هنبقى نكلمك. وعايز اقول لك ان اخر نقطه، ودي مش مبالغه، اخر نقطه هي اهم نقطه فيهم، وهي فعلا اللي عليها 90% من القصه كلها. فعايزك واحده واحده كده، هات ورقه وقلم واقعد كده، ايه، هات شاي بقى، قهوه، نعناع، زي ما تجيب، واقعد استمتع معايا بالفيديو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا الفيديو. تعال نتكلم عن اول خطأ، وهو عدم التحضير. عدم التحضير ده بيشمل عدم التحضير عن الشركة وعدم التحضير عن نفسك. بمعنى، تعالى كده هنتخيل ان احنا في انترفيو مع بعض، وانا سألتك انت تعرف ايه عن الشركة اللي انت جاي تشتغل فيها. ما ينفعش ان انت تروح تقدم على وظيفة في شركة وانت ما تعرفش اصلا الشركة دي شغالة في ايه. فلازم تقرأ عنها كويس، بحيث ان انت يعني تدي انطباع ان انت مهتم. يعني ان انت لما تيجي تقعد قدام الراجل ويسالك انت تعرف ايه عن الشركه بتاعتنا، لازم تكون عندك معلومات ولو بسيطه حتى عن الشركه اللي انت رايح لها. تاني حاجه وهي التحضير عن نفسك، تبقى عارف بالظبط انت هتتكلم في ايه عن نفسك. يعني مثلا لما هيسالك السؤال الشهير اللي هو عرف لي نفسك، لازم تبقى منظم انت هتتكلم في ايه بالظبط. لان عدم التنظيم، لان خلي بالك هو ما بيسالكش السؤال ده عشان هو عايز يعرف عنك، لا، هو بيسألك السؤال ده لأن هو عايز يعرف أنت منظم في طريقة كلامك وفي فكرك ولا لأ. يعني هو لما بيسألك سؤال زي ده، هو بيبقى مستني يشوف إزاي دماغك هتشتغل وهي بترد على سؤال يبان إنه بسيط، ولكن عدم الترتيب فيه هيديله إحساس إن أنت عشوائي، إن أنت مش منظم، وده طبعا هيدي انطباع سيء. تاني غلطة بتعملها لما بتيجي تتسأل عن المرتب أو الإكسبكتد سالري أو المتوقع تاخد كام. السؤال ده هو بيبقى فخ كبير قوي، لان انت لو رديت اي رد هو هيلبسك في حيطه مختلفه. يعني انت قدامك 3 حيطان، انت هتلبس في واحده فيهم. انا هاخد اللي على اليمين بمشيئه الله يا ابن الابلسه. مبدئيا كده انا عايزك تفهم ان انت لما بتشتغل في اي مكان، الفلوس اللي انت بتاخدها كمرتب انت لازم تكون بتدخل زيها 2 و3. فهو مش هيدفع لك مرتب غير لو انت بتدخل قده 2 و3. ده بس ايه، قاعده كده نبقى متفقين عليها. فما تبقاش انت مثلا واحد عارف ان هو بطيخه ويجي يقول المرتب زي الزفت وان الدنيا مش حلوه. طبعا دي نقطه بره عن الموضوع، بره عن النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ولكن حبيت اقول لك ملحوظه كده، ان المرتب اللي انت بتاخده هو بيكون ترجمه لخبراتك ولقيمتك في المجال ده. تمام؟ اتفقنا على الحته دي. تعال نرجع بقى للمشكله بتاعتنا. اما تيجي تتسال عن المرتب ما تجاوبش رد صريح، يعني خليك دايما دبلوماسي في ردودك. يعني دايما اسمع منهم الاول. دايما لما تتسال السؤال ده ارمي لهم الكوره هم في ملعبهم. يعني لما يجي يسالك انت متوقع تاخد كام معانا، اسمع منه الاول هو حاطط ميزانيه كام لمرتبك. لان انت لو اديته رد صريح، لو قلت له رقم والرقم ده اقل من اللي هو بيدفعه، هيشوفك بنظره من 2. اولا هو تمام، ممكن تشتغل معاهم وتبقى ضيعت على نفسك فرصه ان انت كنت هتاخد مثلا ضعف الرقم اللي انت قلته. النظرة التانية ان هو لو الرقم قليل زي ما قلت لك كده، هو ممكن يشوفك ان انت مش واثق في نفسك كفاية، او ان المهارات اللي انت كاتبها دي هي مش حقيقية، اللي هو انت عارف ان قدراتك على قدها فعشان كده انت طلبت رقم قليل. ممكن الرقم يبقى بالنسبة لك كتير بس بالنسبة لهم قليل، فالحتة دي انت لبست في حيطة. لا بس تعال نشوف بقى الحتة التانية اللي انت ممكن تلبس فيها. لو انت اديتهم رقم مبالغ فيه، فبرضه هيشوفك بنظرتين. النظرة الأولى طبعا ده لو قلت رقم مبالغ فيه بمعنى الكلمة، يعني اللي هو ان انت واحد مش عايش معانا على الكوكب، او ان انت واحد ما عندكش خبرة قبل كده. النقطة التانية ان هو طبعا لو الرقم عالي زي ما بقولك، هو هيشغلك ليه؟ ما انا ممكن اجيب يعني نفس قدراتك واحسن بالمتوسط المرتبات اللي انا بدفعها للناس عادي. فعشان كده دايما السؤال ده حاول ان انت ترد عليه بدبلوماسية وترمي لهم هم الكرة في ملعبهم، بحيث ان هم اللي يقولوا لك
انه والله احنا رينج المرتبات عندنا في الفيلد ده او في الحته بتاعتك دي من كذا لكذا، فتبتدي انت على اساسه تمام او لا، لكن ما تبادرش انت بالرقم. تالت نقطة وهي ان انت تقعد تقول ماشي وحاضر وتمام وتهز في راسك وخلاص. لما يجي الراجل الاتش ار وانتوا بتعملوا انترفيو وهو خلاص خلصتوا خلاص الانترفيو بتاعكم، لما يجي يسألك يقول لك عندك اي اسئلة، ما تقولوش لا تمام، اسأل اي اسئلة ليها علاقة بالشغلانة حتى لو انت عارف الاجابة. يعني اسأله مثلا اللي هو طب انا اسأله في تفاصيل الشغلانة اللي انت هتعملها نفسها، اسأله في ان انت محتاج مثلا تتعلم ايه او تطور انهي مهارة عندك عشان تتطور في الشغلانة بتاعتك، حسسه ان انت مهتم. لان انت لو ما سألتش هو بيفهم ان انت حد يعني كان قاعد كده زي الكرسي يعني، فاللي هو حد بيدور على شغلانة وخلاص. الشركات دايما بتحب الشخص اللي هو باصص لمستقبله، اللي هو عايز يتعلم وعايز يتطور. وعموما يعني مفيش حد صاحب شغل مش هيحب ان اللي معاه يبقى عايز يتطور وعايز يتعلم، حتى لو مش هيفيده باللي هو هيتعلمه ده، ولكن الشخصية دي هي اللي بتبقى مطلوبة في الشغل. شخصية الانسان اللي هو بيبقى عايز يطلع لقدام، مش ان هو خلاص انا عايز شغلانة عشان اخد ملمين وانزله من على وداني. الشخصيات دي الشركات ما بتحبهاش، والناس عموما ما بتحبهاش. اظن ان انت يعني لو ليك صديق بالصفه دي انت مش هتحب ان انت تقعد معاه. فدايما لما يقول لك عندك اسئله، اسال في تفاصيل الشغل نفسه او في المهارات اللي انت محتاج تزودها عندك او تتعلمها بحيث ان انت تأدي بشكل افضل في الشغل بتاعك. عايز اقول لك ان انت بكلمتين زي دول انت ممكن لو هو كان بيشاور عقله يقبلك او لا، انت ممكن تعدي بسبب كلمه من الاثنين اللي انا قلتهم لك دول. فخلي بالك من النقطه دي. النقطة الرابعة وهي ان انت توصل متأخر. يعني دي صفة ما يعلم بها الا ربنا، يعني عارف انا نفسي بتعصب منها. انت دلوقتي رايح انترفيو، بالله عليك يعني ما خلاص ال10 دقايق ولا الربع ساعة اللي انت تقعدهم زيادة في الحمام ولا هتنامهم على السرير مش هم اللي هيخلوا لك الدنيا حلوة. انزل بدري واوصل بدري، مفيش مشكلة. يعني انت لو وصلت بدري عن ميعادك يا عم ما تطلعش، اقعد اشرب قهوة في اي كافيه ولا في اي حتة، ما فيهاش مشكله. هتوصل بدري وتطلع على ميعادك، هنا انت راجل شارب والدنيا تمام. لكن ان انت هتوصل متاخر وتقعد تجري وتبقى متلهوج ومتوتر ليه بتحط نفسك الحطه دي؟ فدايما في الانترفيو روح بدري عن ميعادك، روح بدري عن ميعادك ربع ساعه نص ساعه، بحيث ان انت يعني تقعد تشرب لك كوبايه قهوه كده ولا تروق على حالك قبل ما تطلع تقعد مع الراجل. خامس نقطة وهي اللبس. وعايز اقول لك يعني انا لما كنت بعمل انترفيو لحد وكان بيبقى لابس في مواقف كوميدي كتير بتحصل، يعني بيبقى لبس مش لايق على اللي احنا بنتعامل فيه يعني. فلو انت رايح شركة يعني شركة كبيرة، شركة تمام، البس فورمال حتى لو مش مطلوب منك الفورمال. يعني حتى لو زميلك راح قبلك وما لبسش فورمال وكان عادي، لا البس فورمال. ده بيدي انطباع ان انت راجل بتحترم اللي قدامك وعارف بالظبط تتصرف ازاي في كل موقف. فالبس فورمال لو انت رايح شركه كبيره، والله لو رايح شركه برضو متوسطه عادي. لكن ان انت تروح انترفيو بشورت ولا تروح ببنطلون جينز ولا في اماكن عادي، يعني انت ممكن تروح سيمي فورمال عادي، ولكن الفورمال دايما بيدي انطباع ان لا هو ده راجل فعلا عارف هو جاي يعمل ايه وهو بيحترم اللي قدامه. فخلي بالك من النقطة. معلش انا عارف انت بتتخنق من طبيعة اللبس دي وانا بتخنق منه، كلنا بنتخنق منه، هو لكن انت رايح تقعد ساعة وراجع، يعني هو المشوار كله على بعضه مش هياخد اكتر من ساعة. فمعلش خلي اللبس اللي انت هتلبسه مناسب للمكان اللي انت رايحه، ما تعملش زي واحد صاحبي اسمه كريم يعني الله يمسيه بالخير بقى، يعني منور يا كيمو. سادس نقطة بقى، ما تقعدش تقول شعر في نفسك، واخد لي بالك، وتقول اصل انا عارف انت عيبي ان انا طيبه يعني ما تقعدش تتكلم بقى الكلام اللي هو ايه كلام كده، يعني هو كلام عام وكلام انشائي ناس كتير بتقوله، يعني عارف اللي هو كلام ملوش لازمه. يعني انت دلوقتي لما انا اسالك انت ايه مميزاتك مثلا، ولا لما اسالك اي حاجه من الحاجات دي، ما تقعدش تقول لي اصل انا طيب وغلبان، وان انا ما فيش حد طيب وغلبان بيقول على نفسه طيب وغلبان، يعني فاهم اللي هو ما فيش حد يعني بيمدح في نفسه بشكل مبالغ فيه. انت ممكن تقول مثلا مميزاتك ان انت بتحب روح الجماعه، وان انت بتحب تشارك المعلومات اللي عندك مع اللي حواليك، والكلام العام اللطيف اللي هو هيفيد الشغلانه فعلا. لكن ما تقعدش تقول بقى انا عيب ان انا بثق في الناس بسرعه، انا مميزاتي ان انا راجل امين، ويعني ما
ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ يعني انا كواحد قاعد قدامك بعمل لك انترفيو، انا ما يخصنيش اللي انت بتتكلم فيه ده اصلا. فما تقعدش تتكلم وتقول شعر عن نفسك ملوش لازمه. رقم 7، ودي انا بشوفها كتير، ما تنتقدش الشغل اللي قبلك. يعني انت دلوقتي لما تيجي سيره شغلك القديم ولا مديرك القديم ولا ايا كان، ما تشتمش، ما تغلطش، ما تنتقدش الناس اللي كنت شغال معاهم قبلك. ده بيدي انطباع مش حلو للي قدامك، وبيدي انطباع ان انت واحد يعني ايه، قليل الاصل. يعني فاهم؟ يعني هي حاجه ملهاش لازمه. فما تنتقدش الشغل اللي قبلك. ولو افترضنا ان انت اتحطيت في ان انت اتكلمتوا عن الشغل اللي قبلك، فاتكلم دايما بدبلوماسيه وسياسه، بحيث ان انت ايه، والله انت في الحته الرمادي، انت لا مدي ابيض ولا مدي اسود. خلي بالك من النقطه دي، عشان النقطه دي مشكله. يعني النقطه دي بتعمل فعلا مشاكل، ونقطه زي دي ممكن تخلي الراجل اللي قدامك يشوفك بنظره مختلفه خالص. خلي بالك منها. النقطه الثامنه، وهي يعني بالله عليك، حضرتك يعني مش مهم بالدرجه اللي تخليك قاعد بتلعب في الموبايل والراجل قاعد معاك. ما تبصش في الساعه، ما تبصش في الموبايل، هي كلها بتبقى نص ساعه ولا ساعه الا ربع بالكثير وبتقوم. فما حبكش ان انت تبص على الموبايل. فحاول دايما ان انت تكون قافل النت وقافل كل حاجه وانت قاعد، بحيث ان ما تجيلكش رساله فتخليك تبص على الموبايل. انا عارف ان الموضوع ممكن يحصل معاك بشكل عفوي، ولكن ما فيش حاجه عفويه في الانترفيو. لما تجيلك رساله، يجيلك اتصال، يجيلك اي حاجه، مش لازم في النص ساعه دي تبص عليها، مش لازم في النص ساعه دي ترد. خلي التليفون في جيبك زي ما هو، والساعه مش لازم تقعد تبص فيها برضو. خلي تليفونك في جيبك، ولو افترضنا ان انت يعني الموبايل معاك حطه على الترابيزه ولا حاجه، هتحطه على وشه، ما تحطوش على ظهره، تحطه على وشه. ليه؟ لان ان انت تحط التليفون بتاعك على وشه، يعني الشاشه اهي، اهو ادي الشاشه اهي، الشاشه كده اهو، يعني ادي ظهر الموبايل وادي الشاشه اهو، تحطه كده على الترابيزه. طيب ليه هتعمل كده؟ ده بيدي انطباع للي قدامك ان انت مديله تركيزك 100%، ان انت القعده معاه اهم من الموبايل ومن الساعه ومن الكلام اللي زي ده. وبالمناسبه انت ممكن تعمل الموضوع ده مع اي حد انت قاعد معاه، لو عايز تديله احترام زياده، ان انت هتخلي الموبايل دايما على وشه. فما تبصش في الموبايل، ما تبصش في الساعه، خلي كلامك مع الراجل عينك في عينه، وقاعد النص ساعه دي من غير ما تقعد تشغل نفسك بحاجات تانية. رقم 9، ما تجاوبش اجابات قصيره بشكل ينقط. يعني انا لما اسالك عن نفسك مثلا، اللي هو عرف لي نفسك، ما تقوليش احمد. عم باسمك ايه؟ ما انا عارف انك احمد، ما انت جايب لي ما انا شايف البطاقه بتاعتك وشايف سي في. هو ايه اللي اسمه احمد؟ هتقول اسم احمد وبعدين يعني فاهم، كمل. لكن ما تدينيش اجابات قصيره تنقط. في اجابات قصيره كده تشل. لا، انا مش جاي اطلع منك الكلام بالعافيه. عايز اقول لك ان انت هتجاوب اجابات قصيره، هو الانترفيو مش هيكمل 5 دقايق ويقول لك مع السلامه، هو هيتخنق منك اصلا. النقطه رقم 10 بقى، واهم نقطه فيهم، لغه جسمك، لغه جسدك. يعني ما تبقاش رايح متوتر وباين عليك التوتر، وفي نفس الوقت ما تبقاش رايح اللي هو انت بتدي الناس بالجزمه. يعني تكون عارف اللي هو ايه، انت واثق في نفسك ولكن مش مغرور. هتقولي طيب دي انا عاملها ازاي؟ تعملها بان انت تحط في دماغك كده ان الارزاق على الله، ان انت يا باشا رايح ما عندكش حاجه تخسرها، انت كده كده رايح، اتقبلت تمام، ما اتقبلتش تمام برضو عادي. عارف انت لما بتروح وانت ما عندكش حاجه تخسرها، ان الموضوع مش فارق معاك اصلا، عايز اقول لك ان انت هتتقبل. يعني انا في قبل كده كان في شغل، كان يعني حوالي 4 سنين كده، كنت يعني مقدم على وظيفه وانا مش فارقه معايا الوظيفه دي. عايز اقول لك في 3 وظائف تانيين كانوا فارقين معايا، والوظيفه دي ما كانتش فارقه معايا، انا اتقبلت في اللي ما كانتش فارقه معايا. ليه؟ لان ده بان عليا وانا في الانترفيو، ده بان على طريقتي وانا بتعامل مع الراجل اللي قدامي. فان انت تكون حاطط في دماغك ان كلها على الله، وان انت والله جت فده نصيبك، ما جاتش فهي نصيبك برضه فعادي، ده هيخليك يعني تبان بثقه، وتبان ان انت حد تقيل كده وحد يعني ايه راسي. النقطه دي انا عايز اقول لك ان هي اخطر نقطه في الموضوع، ويعني انت لو ركزت فيها وحطيت في دماغك ان الارزاق على الله، انت هتلاقي نفسك اي انترفيو تدخله انت بتعدي، مفيش مشكله. فاتعامل ان انت ما عندكش حاجه تخسرها، وان تمام جت ما جاتش قشطه عادي.
تعامل دايما بالمبدأ ده، بس مش تقوله للراجل، لا انت المبدأ ده انت بتقنع بيه نفسك، يعني انت بتبقى مقتنع بيه انت من جواك، بحيث ان ينعكس عليك وانت قاعد معاه. كما تروحش تقول له انتوا شويه عرر والله جت ما جاتش، ما هيقول لك ما جاتش يلا غرفه داهيه. فيعني ايه الكلام ده يكون جواك انت. اتمنى يكون الفيديو فادك. ما تنساش بقى ان انت تكتب لي في الكومنتات ايه اكتر نقطه من النقط دي انت عملتها، وايه اكتر نقطه من النقط دي انت شايفها مهمه فعلا. انا مستني اسمع رايك. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وحط لايك كده في السكه. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.